عالم الجن والشياطين وعالم الإنس الاتنين مختلفين عن بعضهم تماما. فعالم الإنس بالنسبة للجن والشياطين هو عالم مرئي وبيشوفوه عادي، أما عالم الجن والشياطين بالنسبة لنا احنا كبشر هو عالم غيبي وغير مرئي. أما عن التواصل بين العالمين دول فمعروف في صورته السيئة عن طريق التحضير والسحر واستغلال كل طرف منهم للطرف التاني عشان خاطر مصلحته بس. وقصتنا النهاردة خير دليل على كلامي ده، وهي تجربة من تجارب كتاب شمس المعارف. في يوم من الأيام قرر أب إن هو يفرح ابنه بعد ما نجح في اختبارات السواقة بتاعة المرور، وقرر إن هم يروحوا الرحلة في بلد جنبهم لمدة حوالي أسبوعين. ولما كانوا كلهم في الطريق فرحانين فجأة اتعكر مزاجهم ده، لأن البنزين أو الوقود بتاع العربية خلص فجأة، بالرغم إن الأب استعد كويس للرحلة وكان حاطط وقود العربية يكفيهم. وحصل اللي حصل ونزل الأب من العربية عشان يشوف لو في مثلا أي خلل في العربية هو اللي بيتسبب في تسرب الوقود من العربية، لكن ما لقاش أي حاجة والعربية كانت سليمة. واستنى على الطريق لمدة ساعة عشان يشوف مثلا أي حد يساعده، لكن ما لقاش أي حد. وكمان أقرب محطة وقود يقدر إن هو يجيب منها بنزين للعربية بتاعته بتبعد عنه بأكتر من ساعة. وفجأة ظهر قدامهم راجل كبير في السن، نزل من عربيته وادى للأب علبة مليانة بالوقود. والغريب إن هو عمل كده من غير ما حد يطلب منه المساعدة ولا حد أصلا يعرض عليه المشكلة اللي بيعانوا منها. والراجل ده قال للأب إنه هيمر بعد 20 دقيقة على ناس هيرموا حاجات على عربيته، لكن نصحه إن هو ما يديلهمش أي انتباه. وكمان قال له إن هو هيقابل ناس في أمس الحاجة للمساعدة وهيطلبوا منه ده، لكن نصحه وحذره إن هو ما يساعدهمش. وبالفعل شاف الأب وزوجته وابنه كمان الحاجات اللي حكى لهم عنها الراجل الكبير ده بالتفصيل. ولما اتحرك قلب الأب عشان يساعد الناس اللي في أمس الحاجة لمساعدته افتكر كلام الراجل الكبير ده وتحذيره ليه إن هو ما يساعدهمش. وبالفعل مشى الأب من غير ما يساعدهم. وأول لما وصلوا للمدينة اللي هم رايحين لها ملقوش مكان فاضي في أي فندق في الأماكن القريبة من المدينة، لكن لقوا غرفة فاضية في فندق لكن في مكان بعيد. وفي يوم قرر الابن إن هو يمشي تحت ضوء القمر حوالين الفندق اللي هم قاعدين فيه، وفجأة لقى قدامه قطة سودة وكانت عمالة تتحرك حواليه أكنها عايزة تلعب معاه. وبالفعل شال القطة بين دراعه ومشى سوا، وكمان جابها للأوضة بتاعته في الفندق وقام حاطط لها لبن على الأرض وأكل كمان. لكن المفاجأة إن أمه سألته أنت بتحط اللبن في الطبق على الأرض لمين؟ على الرغم إن القطة كانت قدام عينيها لكن ما شافتهاش. وفي صباح اليوم اللي بعده لقى الابن إن القطة السوداء ديت مستنياه خارج البيت، ومشوا سوا. لكن أول لما شافوا شجرة بدأت القطة إنها تجري وراحت حوالين الشجرة ديت وبدأت إنها تلف حوالين شيء معين هناك. ومن خلال التصرفات الغريبة اللي كانت بتعملها القطة هناك فهم الابن إن القطة عايزاه يحفر في المكان ده. وبالفعل حفر الابن في المكان ده ولقى كتاب مدفون وهو كتاب شمس المعارف. وقرر الابن إن هو يحتفظ بالكتاب بدون ما يقرأ أي حاجة موجودة جواه. وفعلا انتهت رحلتهم وما حصلش معاهم أي حاجات غريبة. لكن بعد ما رجعوا لبيتهم اتفاجئوا إن البيت بتاعهم اتسرق وما فيهوش أي حاجة. وعملوا بلاغ لمركز الشرطة، والشرطة قالت لهم إن دول مجموعة حرامية سرقوا أكتر من بيت بنفس الطريقة، وللأسف ما قدروش إن هم يقبضوا عليهم. وتمر أكتر من 5 سنين وقرر الأب إن هو يكافئ أسرته برحلة جديدة في واحدة من البلاد، طبعا بعد ما اشترى كل حاجة في البيت من جديد. ويتعاد الموقف مرة تانية، لكن المرة دي لما انتهوا من رحلتهم ووصلوا للبيت لقوا شاحنة كبيرة واقفة قدام بيتهم. فورا فكر الأب وخد سلاحه وراح للشاحنة ديت عشان يشوف في ايه، وتفاجئ ان هم مجموعة الحرامية اللي بيسرقوا البيت. لما فكر الأب ان هو يتعامل معاهم طبعا الحرامية دول كان اكتر منهم من حيث العدد، وكمان كان عندهم خبرة بالسلاح أحسن منه، وفورا قتلوه. ولما فكر ابنه إنه يروح عشان كمان ينقذ أبوه بعد ما سمع صوت النار ضربوا على الابن كمان النار، لكنه كان محظوظ وما ماتش. وجيت عربية الإسعاف وشالت الأب وهو أصلا فارق الحياة، والابن كان بين الحياة والموت. وبعد 6 شهور الابن استعاد صحته، لكن قلبه كان متحطم من جواه، وقرر إن هو يروح لمركز الشرطة عشان يعمل بلاغ للناس اللي قتلت أبوه. وادى للشرطة كل التفاصيل، لكن الشرطة فشلت انها تقبض على مجموعة الحرامية دي. وفي اللحظة ديت قرر الابن ان هو يجيب حق ابوه بنفسه. وفي اللحظة ديت قرر الابن ان هو يستخدم كتاب شمس المعارف. وفعلا راح لبيته لقى الكتاب محطوط على السرير بتاعه، مع انه هو اصلا
كان عاين الكتاب بتاعه جوه الدولاب. لكن طبعا هو مهتمش لحاجة زي دي، لأنه أصلا في النهاية هيتعامل مع جن، وبعت أمه عشان تعيش في بيت عيلتها عشان ما يضرهاش أي حاجة من اللي هيعمله. وفضل يقرأ في الكتاب لغاية ما وصل للي هو عاوزه، والمفروض إن هو يروح لمكان مهجور ويقدم هناك راس كبش أسود. وبالفعل اشترى الكبش المطلوب بجميع المواصفات اللي موجودة في الكتاب، وقام رايح لمكان مهجور في الصحراء، وقام ذبح الكبش ده وحط راس الكبش والدم بينزل منها على الأرض، وبدأ إن هو يقول التعويذة اللي حافظها من الكتاب. وفجأة ظهر قدامه كائن أسود مخيف وضخم، وقام واكل رأس الكبش ده مرة واحدة. وقام سأل الابن هو أنت حضرتني ليه؟ فرد عليه الابن وقال له إن هو عايز ينتقم من اللي قتل أبوه. فرد عليه الكائن المخيف ده مرة تانية وقال له هو انت تعرف عواقب اللي انت عملته ده ايه؟ والابن قال له انا عايز انتقم منهم مهما كانت العواقب اللي هتحصل لي. وغاب عنه الكائن ده لمدة دقايق تتعدى على الصوابع، لكن مرة تانية رجع ومعاه 5 جثث لرجالة وكمان كان مقطوع رؤوسهم. وقام حاطط الجثث ديت قدام الابن وقال له انت قدامك 3 ايام تستمتع بهم بحياتك، لكن اليوم الرابع هيحصل لك فيهم العواقب. ورجع الابن وقرر ان هو يتخلص من الكتاب ده ودفنه في مكان مهجور بعيد كل البعد عن ايد اي حد. لكن بمجرد ما رجع للبيت لقى الكتاب موجود على سريره مرة تانية، فقرر ان هو يدفنه في نص الليل تحت شجرة موجودة في حديقة البيت بتاعهم. وبمجرد ما خلص فعلا لقى قطة سودة بتحوم حوالين المكان اللي مدفون فيه الكتاب، وقرر ان هو يروح للبيت عشان يستريح، ولقى الكتاب على سريره مرة تالتة. وبالفعل بعد 3 ايام شاف الابن خيالات ضخمة مخيفة حواليه في البيت، وقرر في اللحظة ديت ان هو يروح لامام المسجد اللي جنبه عشان يرقيه ويقرأ عليه قرآن. وبالفعل ساعده امام المسجد وبدأ كل يوم ان هو يقرأ عليه ايات من القرآن الكريم، وكمان وصاه ان هو يحافظ على الصلاة بتاعته. لكن اول ما بيأثر الابن في ثواني محدودة بتحصل له الحاجات ديت مرة تانية، وندم ندم شديد جدا ان هو يحاول ينتقم اصلا بالطريقة ديت، وان هو يلجأ للجن، وما قدرش ان هو يتحرر منهم، وما قدرش كمان ان هو يستحمل كلامه لما قال ان هو يقدر يتحمل العواقب، لان العواقب كانت وخيمة. وبكده تنتهي قصتنا، لكن زي ما انتوا عارفين ان قصصنا ما بتنتهيش. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول. سلام.